لكن قبل ما تمشي قلت لها انت عشت مع حب حياتك اكتر من 50 سنة، ودي حاجة ناس كتير جدا ما وصلتلهاش. انت مش عاجزة، الحب اللي عندك كان هدية عظيمة ناس كتير جدا نفسها توصل لها. اسمي خالد، عندي 19 سنة، بشتغل بنص دوام في واحد من محلات القهوة عشان أساعد في مصاريف الجامعة. الشغل مش سهل، خصوصا إن كل يوم ببدأ بدوشة وزحمة على الصبح. الحمد لله الصيف بيخلي الولاية هادية شوية، بس الصبح دايما زحمة سواء صيف أو شتاء. وفي وسط الزحمة دي بتحاول ترسم الابتسامة حتى لو انت من جواك حاسس ان انت مش هتقدر تكمل. الشغل في خدمة العملاء مش بس عن القهوة اللي بتعملها، لكنه كمان عن قدرتك على التعامل مع مختلف الشخصيات، من المراهقين اللي بيطلبوا طلبات غريبة لغاية الستات اللي بتيجي بكريدت الكارد بتاع أزواجهم عشان يشربوا بس كوباية قهوة وكأنها بتهرب من حياتها اليومية. في يوم من الأيام كنت خلاص على آخري، مش قادر أتحمل اليوم من كتر الألم اللي في ظهري من كتر الوقوف، والضغوط الدراسية كانت مخلياني على وشك الانفجار، بس كان لازم أتحمل. حوالي الساعة 11 وبعد ما الزحمة خفت جدا كنت مستعد اخد بريك أخيرا، لكن الباب فتح ودخلت ست في أواخر الستينات. كنت عارف إن اليوم لسه طويل. كانت قصيرة نحيفة وشعرها رمادي مترتب. نظرتها كانت حزينة بشكل ما، طلبت قهوة بنبرة حزينة وتجاهلت الترحيب المعتاد. حاولت أكون لطيف معاها وسألتها عن نوع القهوة اللي هي بتحبه، بس هي وقفت قدامي وبدأت تعيط بهدوء. ما كنتش عارف أعمل إيه. دايما كنت بعتبر نفسي كويس في التعامل مع العملاء، بس دي كانت حاجة مختلفة. لما سألتها إذا كانت كويسة ولا لأ ابتدت تعيط أكتر وقالت لي رافض جوزي هو اللي تعبان. بدأت تحكي لي قصتها وابتديت أحس إني مش مجرد حد بيعمل قهوة وخلاص، لكن كأنها لقت حد تحكي له همومها. رافض كان حب حياتها ومرضه كان بياكلها من جوه. كانت بتتكلم وكأنها بتحاول تلاقي شوية راحة في صوت غريب. المكان كان فاضي، فمديرتي سمعت الكلام وخرجت تساعدني، فحضنت الست وكانت بتواسيها وانا واقف مش عارف اعمل اي حاجة. حسيت ساعتها بضعفي وباني مش قادر اقدم اي حاجة حقيقية. لكن قبل ما تمشي قلت لها انت عشت مع حب حياتك اكتر من 50 سنة، ودي حاجة ناس كتير جدا ما وصلتلهاش. انت مش عاجزة، الحب اللي عندك كان هدية عظيمة ناس كتير جدا نفسها توصل لها. اليوم التاني كانت المفاجأة. الست جات لي تاني ومعاها عيلتها. طلبت مني اني اسأل عن رأفت، وقالت لي انه توفى في نفس اليوم اللي زارتنا فيه. الست رجعت تاني بعد شوية وطلعت من شنطتها كتاب قديم مليان صور ورسايل. قالت لي رأفت كان دايما بيقول ان الكلمة الطيبة ممكن تنقذ روح، وانت انقذتني. الكلام ده خلاني افكر في الوقت اللي كنت شايف فيه ان الشغل عبء وضغط وصعب وخنقة كبيرة. لقيت ان ابسط الاعمال ممكن يكون لها تأثير اكبر من اللي تتوقعه. في النهاية ادركت ان حياتي ما عادش زي الاول. الكلمة اللي قلتها بصدق والانسانية اللي حاولت اوصل لها كانت اكتر من مجرد فنجان قهوة. كانت تجربة علمتني ان الاحسان ليه اوجه كتيرة، وان الكلمة الطيبة مش بتضيع ابدا. وخدت احسن درس في حياتي: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟